الله يرحمك. أرواحنا ما مصير مصنع سوزوكي في سعيد. نسمع سوزوكي. ما يجاوبك ما يجاوبك ما يجاوبك. سوزيكي ما كاين بزاف غير سوزيكي. انت عجبتك الكروسه تاع سوزيكي؟ ما يجاوبك ما يجاوبك ما يجاوبك. إذا متابعينا الكرام كما استمعتم كان هذا تصريح لوزير الصناعة في حظيرة وزير الصناعة في حظيرة الجزائر اللي طلق واحد السلوكية قبل مدة، طلقها بطبيعة الحال على المصبعيين والمستحمرين من الجزائريين، وقال لهم بأنه تعاقد مع شركة سوزوكي اليابانية لصناعة السيارات من أجل إقامة مصنع في حظيرة الجزائر. ونعم متابعينا الكرام ما زلنا مع الفضائح ديال مجال السيارات في حظيرة الجزائر، وآخرها كما شاهدنا الفضيحة ديال فيات 500 والسيارة الكهربائية اللي ما فيهاش الموتور وما فيهاش الفران. فهذا وزير الصناعة متابعينا الكرام قبل مده كما قلت طلق عليهم سلوكيه وقال لهم غادي نجيب لكم مصنع ديال سوزوكي وغادي دير مصنع في الجزائر، مصنع عالمي مواصفات عالميه وهذا الخرطه كامل. فمرت الايام ومرت الاسابيع ومرت الاشهر، وعلى ما يبدو ان وزير الصناعه حتى هو تنسات ليه الكذبه، وحتى المصبعيين ساو هذه الكذبه ما بقاوش كيتكلموا عليها، حتى جا هذا الصحفي خلال هذا المؤتمر اللي دار يوم امس في حظيره الجزائر وسولو وقال ليه ما هو مصير مصنع السوزوكي اللي وعدتينا به واللي كنتي كتقول غادي ديروا في حظيره الجزائر وانك تعاقدتي عليه وانه مصنع عالمي وما عرف شنو هذه الهضره كامله. شفتوا كيف كانت رده الفعل ديال وزير الصناعه في حظيره الجزائر. علاش قلت لكم حتى هو نسات الكذبه؟ لانه رده الفعل ديالو تبين وتؤكد على انه ارتبك وبدا كيفكر من كذبه من بين الاكاذيب المتعدده اللي قالها وتكلم عليها على هذه القضيه ديال سوزوكي. في اخر المطاف قال ليه ما غاديش نجاوبك.